بص يا فاتن يا اختي، انا المره اللي فاتت جيت في اي بي لاونج. تمام، وانت عارفه ان انا مش بناخد راحتي غير عندكم هنا. فانا النهارده المره اللي فاتت جيت كلت اكل ايطالي. فانا النهارده عايز اكل مصري، يعني براني ويكا سبانخ كوسه الكلام ده كله. عايزين اكل شعبي كده حلو. وخد الشوكه والسكينه دي عشان النبي عربي خلينا ناكله بيدينا. الجماعه هنا لما يعملوا الاكل براحتهم على نار هاديه عشان خاطر الاكل يستوي براحته. تعرف اسمه ايه دي؟ اي ده برنجان يا ابوي، انا عايز فروج لحمي. جاي بس هذا يفتح لك النفس. هذا يفتح النفس. ايوه ايوه يا ابو عمو، اديني في المحشي والكوسه والبرنجان وورق العنب. هذا الحمام المحشي رز فيها يفتح يقول تمام. ده انت اللي تمام والله. وايه الجماري دي كمان؟ هذا حمام مشوي. هو الحمام المشوي دي؟ ده حمام العريس محشي جمبري. حمام العريس. ايوه كده يا شيخ، ادينا في المنبار وشغل السيده زينب شلاه يا سيد يا بدوي. وطبعا دي غني عن التعريف. ايوه دي الملوخيه يعني. الملوخيه يا عينيا. هذه الشوربه. ايوه بترم العدم مثل ما بتحكوا انتم في مصر. هذه الشوربه اللي بترم العظم اسمها نقولوا نحن في مصر. ده طبعا بطاطس باللحم. بطاطا اسمها بطاطس. ايوه هو ده طاجن المكرونه يا شيخه، فينك من بدري. وهذا دجاج رول. دجاج رول. ايوه وجلاش. هذا الرز بالشعريه بالطريقه الصعيديه. الرز بالشعريه بالطريقه الصعيديه. صحة وعافيه، يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا بك. لا شكرا جدا، يعني ده كله بسم الله ما شاء الله، ما نطلبش حاجه الا امر الله يا اختي والله. صحة وعافيه، شرفتك من حضورك واهلا وسهلا فيك جاي في لانش. شكرا جدا. تعال يا ابو عمو لا جاي كده وقول بسم الله. خلينا نجربه الفراخ الرول. ناس سالتني بتقول لي ما عندهمش اكل مصري. لا ده انت قاعد اكنك قاعد في السيده زينب واكنك قاعد في سيدنا الحسين. في الله يا سيدة بدوي، في اي بي لاونج من الاماكن المفضله اللي انا بجيها وباخد السهره فيها وباخد سهره فيه.